في عند تفاصيل هذه الأزمة ينضم إلينا من باريس المحامي والباحث في القانون محمد مقران آدم. سيد آدم، أهلا بك على فرانس 24. كلمات كثيرة تصف هذا القانون الخاص: حل طارئ، نص مؤقت، سبيل إسعافي للدولة، لكن الأهم دعامة تشريعية. هل هذا الوصف دقيق؟ وما مدى قانونية لجوء الحكومة إلى هذا الحل للعام الثاني على التوالي؟ شكرا سيدتي. إذن بعد التحية، مثل ما تمت الإشارة إلى ذلك إثر التصريح الإعلامي المنعقد بعد مجلس الوزراء مساء الأمس، هذا الحل هو حل ظرفي ومؤقت واستثنائي، باعتباره أنه يتم اللجوء إليه المرة الثانية في فرنسا، والقانون الخاص في ظل غياب التوافق حول ميزانية حالية للسنة القادمة في فرنسا. بالتالي هذا القانون يجنبنا وضعية التشت داون، وضعية الشلل على مستوى الميزانية في فرنسا. وبالتالي هذا القانون يسمح أساسا ثلاث إجراءات. الإجراء الأول أولا يسمح للدولة بمواصلة جمع الضرائب، كذلك الإجراء الثاني يسمح للدولة بالاقتراض لتمويل ميزانيتها، كذلك يسمح للدولة بتمويل أدنى لمرافقها الأساسية وخاصة لمختلف الوزارات والوكالات الحكومية. وبالتالي نعم، من المستوى القانوني كان هنالك جدل، هنالك من اعتبر أنه هنالك إمكانية للذهاب في ميزانية عبر مراسيم تنفيذية تصدرها الحكومة الفرنسية، لكن الحل الأسلم كان على المستوى القانوني وكذلك على المستوى المشروعية هو الذهاب في قانون خاص، وينتظر أن يتم المصادقة عليه اليوم على مستوى الجمعية الوطنية في ظل الحالة الاستعجالية والطارئة التي تحيط بهذا الإجراء. إذن هو نص مختصر، لكن هناك انتقادات كثيرة له، أبرزها انتقال بعض دافعي الضرائب إلى الشريحة الضريبية الأعلى. كيف يمكن حل ذلك؟ وهل الدستور أو القانون يسمح بذلك؟ نعم، تقريبا تبعاته على المستوى الكلي، الاقتصاد الكلي تبعات سيئة، باعتباره أنه أولا سيمس بمختلف الفئات الهشة، كما أشرت إلى ذلك بعض الفئات التي في العادة لا تدفع الضرائب اليوم ستكون مشمولة بدفع الضرائب، كذلك هو لا يأخذ بعين الاعتبار التضخم. بالتالي إن تواصل العمل بهذا القانون الخاص في سنة 2026 دون المصادقة على ميزانية خاصة، نعم قطعا هذا القانون الخاص سيفاقم العجز الميزانية الفرنسية، وكل الجدل والنقاش السياسي اليوم يدور حول العجز الميزانية الدولة الفرنسية التي يراد من خلال النقاشات التقليص فيها. هذا على المستوى إن صح التعبير السياسي. أما على المستوى القانوني نعم ذلك مسموح، باعتباره أن الدستور الفرنسي وضع مجموعة من الآليات للحكومة وخاصة لرئيس الجمهورية في ظل انعدام التوافق على ميزانية إثر 70 يوم من النقاش البرلماني، وكذلك محاولة التوافق بين الغرفتين، مجلس الشيوخ وكذلك الجمعية الوطنية، للحكومة تقديم قانون خاص أو للحكومة تقديم ميزانية عبر مراسيم تنفيذية لضمان استمرارية الدولة، باعتباره أن الدستور الهدف الأسمى منه وما يرنو إليه هو المحافظة على استمرارية مؤسسات الدولة بقطع النظر على التبعات الاقتصادية. واليوم في الوضعية الفرنسية الحالية الهدف الرئيسي والمنشود هو الحفاظ على حد أدنى من الخدمات الأساسية للدولة الفرنسية في ظل أو في انتظار مواصلة المشاورات أو إعادة النظر في المشاورات بداية من 5 يناير القادم. طيب سيد آدم، إذن هو إجراء قانوني ودستوري 100%، لكن ما من بديل عن ميزانية رسمية في أسرع وقت ممكن يقول الرئيس الفرنسي. من واقع قراءتك لما يحدث، هل من الممكن أن تلجأ الحكومة للمادة 49.3 لإمرار أو لتمرير قانون المالية من دون تصويت الحكومة، على عكس ما يقول سيباستيان لوكورنو الآن؟ حتى نذكر السادة المشاهدين، أولا المادة 49.3 تمكن الحكومة من تمرير القانون دون المصادقة عليه من قبل النواب، لكن في المقابل للنواب تقديم لائحة سحب الثقة. نذكر كذلك أن حكومة لوكورنو من ضمن التزاماتها هي عدم اللجوء لهذه المادة، لكن في الوضع الحالي وضعية أمباس، وضعية انعدام للحلول، يبدو أن الأصوات صارت تتعالى للضغط على رئيس أو على الوزير الأول للجوء لهذه المادة في مستهل السنة القادمة. نذكر أن تقريبا رئيس حزب الجمهوريين الريبوبليكان برونو غوتايو
أكد أو دعا الحكومة صراحة إلى استعمال المادة 49.3. كذلك يبدو أن هنالك بعض الأصوات داخل الحزب الاشتراكي التي صارت تدعو إلى استعمال هذه المادة، ولكن يعني كملخص إن استقر لربما الموقف الرسمي للحزب الاشتراكي على دعوة الحكومة لاستعمال المادة 49.3. أعتقد أنا لا أجزم، لكن أعتقد أن لو كورنيو وزير الأول سيضطر إلى استعمال هذه المادة، باعتبار أن مستقبل هذه الحكومة ومستقبل هذه الميزانية مقترن بالموقف الرسمي للحزب الاشتراكي. لذلك شاهدنا أنه الأمس استقبل أولا ممثلي الحزب الاشتراكي ثم ممثلي الطيف المكروني أو العائلة الوسطية حول الحكومة، حول رئيس الجمهورية. سيد محمد مقران آدم، المحامي والباحث في القانون، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.